أهلا بيكم، وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. اللي متابعيني على القناة عارفين إن أنا قدمت وصفات كتير، وبقول لكم إن هي مش اقتصادية، يعني مش أوفر من الجاهز، ولكن بتبقي عاملة حاجة نظيفة وضمناها وعارفة أنت عاملة إيه في البيت. بس وصفة النهاردة حرفيا اقتصادية جدا جدا، بتتباع غالية جدا جدا بره. ولو أنت ما شاء الله بقى، لو عندك عدد مثلا، احنا انتوا عارفين بقى تجمعات الصيف، ربنا كده يديم عليكم العائلة ويديم عليكم التجمعات الحلوة، فبتبقي محتاجة كمية. فليه تشتريها بالغالي وانت ممكن تعمليها في البيت حرفيا بولا حاجه، بشويه دقيق وشويه ميه، وهتطلع معاكي تحفه زي ما انت شايفه كده. تعالي النهارده اقولك ازاي يطلع معاكي الكريب بسهوله وبطريقه مضمونه مجربه مليون في الميه، ومن اول مره هتبقي استاذه فيه. اول حاجه هنا خالص، انا جبت 3 كوبايات من الدقيق، وحطيت عليهم معلقه صغيره من الملح ومعلقه من السكر، وحطي عليهم 3 كوبايات من الميه. لازم تظبطي الدقيق مع الميه، علشان لو انت زودتي الميه هيطلع معاكي طري زياده عن اللزوم، ومش هينشف معاكي ومش هيديكي القرمشه الحلوه اللي انت بتشوفيها بره. يبقى اول تركه خالص عشان يطلع معاكي الكريب مظبوط، لازم تظبطي الميه قد الدقيق بالظبط. ما تكتريش السوائل، عشان كل ما كترتيها انت بتفتكري ان هي تطلع معاكي رقيقه، لكن هيشرب ميه منك، ولما تيجي تسويه هيطلع معاكي طري زياده عن اللزوم. وضيفي بقى هنا معلقتين من الزيت مع التقليب المستمر. هتضربي كل المكونات دي كويس قوي زي ما انت شايفه كده، هو شويه دقيق وشويه ميه وشكرا على كده. معلقتين الزيت اختياري، بس انا شايفه ان هي بتدي قوام حلو للكريب. وقلبي كويس جدا جدا. وبعدين خطوه مهمه برضو وتركايه مهمه جدا جدا، لازم تصفي الخليط. زي ما انت شايفه كده متهيألك ان الخليط حلو ومضروب كويس، لكن لا، هوريكي دلوقتي اللي هيطلع معاكي في المصفى. فيفضل لازم تصفيه في مصفى كده، تعدي الخليط بتاعك علشان تضمني ان مفيش تكتلات خالص. بجد من الوصفات اللي فعلا بتتباع غاليه جدا، وانا مش شايفه لها مبرر، يعني حاجه سهله ممكن تعمليها في البيت ونضيفة. وبعدين بتختاري بقى الحشوات اللي انت بتحبيها، اذا كانت حشوات باللحوم او من غير. هوريكي برضو فكرتين خلال الفيديو ازاي تعملي حشوات حلوة، وبجد طعمها خرافي. شايفين يا جماعة كمية التكتلات اللي طلعت؟ انت كان متهيألك ان هو صافي وحلو، لكن لا، لازم تصفيه. خطوة مهمة جدا جدا في الكريب. التركة التالتة بقى، يعني بصي طول ما احنا كده ماشيين عدي معايا، علشان الكلام ده مهم قوي عشان يطلع معاكي النتيجة اللي انت عايزاها. باحطه بقى هنا كده في البولة بعد ما اتأكدت إن هو اتصفى كويس جدًا، وباغطيه بstretch wrap وباسيبه يرتاح، أقل حاجة نُص ساعة. هو زي ما أنتِ شايفة كده ما فيهوش خميرة، ولكن لازم يرتاح. لو ارتاح معاكِ كويس هيديكِ نتيجة حلوة في السِوَى، هيطلع معاكِ قوامه مضبوط، وهيقرمش معاكِ لمّا تحمّريه في النهاية. تعالي بقى أديكِ فكرتين لحشوتين، واحدة باللحوم زي ما أنتِ شايفة كده بالصدق، والتانية هتكون اقتصادية وليكِ بقى حرية الاختيار. وهاقول لِك كمان على صوصات حلوة أوي ممكن تعمليها، وبجد بيبقى طعمها حلو جدًا، أحلى بكتير جدًا من الجاهز. أنا باحس إن الجاهز يعني غالبية المطاعم بتقدمها عبارة عن صوصات وخضار، واللحوم تبقى قليلة جدًا، وبتحسي إن أنتِ يعني بتاكلي كده حاجة مش مفهومة. لكن بجد لمّا تبقي أنتِ عاملة الحاجة في البيت بتبقي عارفة أنتِ حاطة إيه، وحاجة على مزاجِك بقى، يعني حاجة بتبقى حلوة فعلًا. وبجد هتعجبِك جدًا الوصفة دي. ولو لسه أول مرّة تشوفيني، أنا مي شاهين، ودي قناتي على اليوتيوب. أتمنى إن أنتِ تشتركي وتبقي واحدة من أسرتنا الجميلة. وطبعًا ما تنسوش الshare واللايك، وقولوا لي رأيكم إيه في الcomment. ولو عايزين أي سؤال طبعًا أنا معاكم. وبجد أنا باشكركم جدًا، جدًا على اشتراكاتكم الجديدة معايا، وباشكركم جدًا، جدًا على تعليقاتكم الحلوة، وأتمنى إن أنتم تبقوا معايا على طول. وزي ما أنتم شايفين كده، أول حاجة هنا خالص أنا حضّرت فلفل أخضر، وممكن تستخدمي فلفل ألوان، وطماطماية باشيل القلب بتاعها، وباجيب بصلاية كده كبيرة وباقطّعها تقطيع كبير، ما عنديش مشكلة خالص، يعني جوانح أو مكعبات كبيرة ما فيش مشكلة خالص. الصدوق يا جماعة من الحاجات اللي بتحب البصل وبتحب الطماطم، وأنتم عارفين إن في المطاعم بيعملوها كده على الgrill بسرعة. طبعًا هنا ما فيش grill بقى، تعالوا نعملوها في الطاسة بتاعتنا وهتطلع معاكِ حشوة بجد حلوة أوي. جبت طاسة على النار وحطيت فيها معلقة صغيرة من السمنة أو من الزيت اللي أنتِ تفضّليه. وطبعًا إحنا عارفين إن الصدوق بينزّل مادة دهنية أصلًا. أنا شايفة إن الصدوق لمّا باقطّعه كده بالمقص بتاع اللحوم ما بيتهراش بسهولة، زي ما أنتم شايفين كده بيفضل محتفظ بالقطع بتاعته. وباقطّع كده قطع صغيرة وباشوّحها كده لغاية ما تحسّي إن هو مسك نَفْسه كده واتحمّر تحميرة حلوة.
وطبعا انا عايزه اقول لك انت ممكن تستخدمي حشوات كتير. ممكن تعملي مثلا بالبانيه، بالشاورما، شاورما فراخ. ممكن تعمليها كريسبي، يعني بعد ما تحمري البانيه كده تقطعيه شرايح طويله وبرده تستخدميها. افكار كتير جدا لحشوه الكريب. طبعا ده الكريب الحادق، طبعا ده غير الكريب الحلو. الكريب الحلو يفضل انت تستخدمي معاه لبن، ويفضل انت تعمليه بالبيض، غير الكريب الحادق اللي احنا بنعمله النهارده، اللي هو كريب الاقتصادي بتاع المطاعم، اللي فعلا بيطلع معاكي اقتصادي جدا وطعمه حلو جدا، وبجد مفيش مقارنة ابدا بالطعم اللي هو الجاهز. حطيت هنا بقى البصل يا دوب بس كده ياخد تشويحتين. انا مش بسوي البصل خالص، يعني مش بخليه بقى طري قوي، لا، بحس ان هو يكون فيه قرمشه بسيطه كده، بيكون احلى بكتير. وتنزلي بقى بالفلفل زي ما قلت لك بقى، عايزه تحطي فلفل سبايسي تمام، عايزه تحطي فلفل الوان. الحشوات دي بقى بتاعتك انت، او الاضافات دي على حسب ما انت بتحبي. حطيت هنا شويه ملح. احنا عارفين ان الصدوق من الحاجات اللي مش بتحب التوابل كتير. يا دوبك حطيت شويه ملح وشويه فلفل اسمر وشويه السبع بهارات. السبع بهارات يا جماعه عايزه اقول لكم ده اختراع بجد. لو انتوا لسه ما جربتوش، حاولوا تخلوها عندكم من ضمن التوابل اللي فعلا حرفيا هتغنيكوا عن توابل كتير قوي. يعني لو استخدمتي السبع بهارات بتغنيكي بقى عن الكزبره، عن الكمون، لا، بتغنيكي عن حاجات كتير قوي، بتبقى طعمها يكفي جدا. وبعدين هنا بحط بقى الطماطم في اخر خطوه، لان طبعا انتوا عارفين الطماطم بتنزل ميه كتير او بتستوي بسرعه، فانا عايزاها برضو تفضل متماسكه. شايفين الطاسه بتاعتي ما فيهاش ميه خالص يا جماعه. حاولي الحشوات بتاعتك تكون ناشفه علشان ما تاثرش على عيش الكريب لما تيجي تحشيه، تمام، وما يغلبكيش وانت بتحشي. شايفين الطاسه ناشفه جدا، هو ده المطلوب. كله بقى كده تشويحات. اول بقى ما تطفي النار، يعني قبل ما تطفيها على طول، حطي بقى هنا ايه، رشه جبنه تشيدر، جبنه موتزاريلا، اللي انت عايزاه. تعالي بقى هنا اقولك التسويه المظبوطه للكريب علشان يطلع معاكي بالجمال اللي انت شفتيه ده. اول حاجه هنا خالص هتجيبي الطاسه بتاعتك، هتدينيها دهنه بسيطه من الزيت. ممكن طبعا طاسه الكريب، طاسه تيفال، اي طاسه عندك، المهم ان هي ما تكونش بتلزق، دي اهم حاجه. دهنتها دهنه كده مظبوطه، وابدأي ان انت حطي العجين بتاعك، السائل بتاعك اهو بتاع الكريب. انا هنا ضفت شويه كمان لان انا الطاسه بتاعتي كبيره، يعني انت على حسب الطاسه بتاعتك ممكن تحطي كبشه واحده بس، وممكن تحطي كبشه ونص زي ما انا حطيت كده. وباجي بقى هنا بحرك الصينيه بتاعتي داير ما يدور كده علشان يطلع معاكي مدور وجميل كده. اول حاجه خالص هتلاحظي ان هو بدأ يستوي من الجناب، ما تحركوش ابدا، استني عليه. طبعا انت بتستخدمي نار هاديه، بتكون الطاسه سخنه بس مش سخنه قوي، يعني سخنه بس مش سخنه جدا. وبعدين اول ما تحسي بقى ان اللون بتاعه كله غير بتقلبيه. تعالي برضو اقولك ازاي تعملي الرفيع قوي او الصغير بمعنى اصح. اهو حطيت كبشه واحده بس، بصوا شايفين طلع صغير شويه وفي نفس الوقت ارفع سنه. نفس الحكايه هتسيبيها لغايه ما اللون بتاعها يغمق زي ما انت شايفه كده، بعد ما كان فاتح قوي هيغمق. ما تحركهاش خالص غير لما هي تفك لوحدها من الصينيه بتاعتك. وزي ما قلت لك النار بتكون هاديه، ولكن الطاسه بتكون سخنه بس مش سخنه قوي. طيب لو الطاسه بتاعتك سخنت طبعا بعد كام مره كده، يعني بعد ما سويتي واحده واتنين وتلاته، طبعا الطاسه هتسخن جدا. بتشيليها شويه من على النار وبتمسحيها كده بمنديل وبتهديها شويه، بعدين بترجعي تاني. بتفضلي بقى زي ما انت شايفاني كده، قلبت مره واتنين، مره واتنين، لغايه ما ياخد معاكي اللون الحلو ده. يعني بتقلبي العيش مره واتنين على كل جانب. وزي ما قلت لك انا عملت معاكي الكبير والصغير، الحجم ده بتاعك، بس يا ريت ما تصغرهوش قوي لان هيغلبك انت في الحشو. الكريب عشان تحطيه على بعض وتطبقيه تطبيقه المثلثات بتاعت الكريب لازم يكون الكريبايه اصلا كبيره، فاهماني؟ اهو زي ما انت شايفه كده. وبتقلبي بقى ايه، مره على الجنب ده ومره على الجنب ده، يعني بياخد منك حوالي دقيقتين على النار كل كريبايه. زي ما قلت لك النار بتكون واطيه، والصينيه بتاعتك بتكون سخنه بس مش سخنه قوي، علشان ما يستويش بسرعه وتلاحظي ان هو اخد لون بسرعه جدا وعجين من جوه ما استواش. وبرده زي ما انت ملاحظه كده انا بين كل كريب والتاني لما بحس ان الصينيه خلاص الماده الدهنيه بتاعتها قلت جدا يعني بمسحها تاني بفرشه زيت.
وبقلب كده الصينيه بتاعتي داير ما يدور لغايه ما احس ان هو اداني الشكل المدور. يعني يا جماعه اي طاسه عندك هتمشي، مش لازم طاسه الكريب، يعني ما تحكموش نفسكم. عايزه اقول لك من الوصفات الحلوه قوي اللي انت ممكن تعمليها في المصيف على فكره، يعني مع التجمعات بقى وكلنا تقريبا بنحبه، فبتبقى عشوه كده او غدوايه كده سريعه وبتبقى طعمها حلو ومفيده ما شاء الله، يعني مكوناتها كلها حلوه ومفيده. اهو بصوا، اول بقى ما احس ان هو خلاص كده اللون بتاعها غير، هي لوحدها بتسيب ما شاء الله، وبتقلبيها بمنتهى السهوله زي ما انت شايفه كده، وبتفضلي بقى تلفي يمين وشمال علشان تاخد منك اهي اللون من الجهتين اهو، عادي جدا طول ما هي استوت بتتعاملي معاها بالراحه وبتتنى وبتفرديها ومفيش مشكله خالص. تركه مهمه جدا جدا، لازم تطلعيه في طبق وبتغطيه في فوطه علشان يفضل معاكي طري وما يتقطعش منك وانت بتحشيه. يعني لازم 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 وانت بتطلعي كده الكريبات بتطلعيها ومفيش مثلا دقيقة بتحاولي ان انت تغطيها، علشان ما شاء الله شايفين يا جماعة هيطلع معاكي طري جدا وما شاء الله يا جماعة حاجة كده خيال. عمل معايا قد ايه؟ عمل معايا حوالي 10 من الكريبات زي ما انتم شايفين كده، الحجم الكبير المتوسط، مش كبير قوي ومش صغير قوي. تعالي بقى اقولك ازاي ان انت بتحشيه. اهو بتعمليه كده تلت وتلتين، وبتحطي الحشوه بتاعتك اللي احنا جهزناها في النص. وطبعا انا هنا بقى في صوصات عندي الكاتشب والتوميه، انا كنت عاملاها قبل كده في القناه، يا جماعه جربوها بجد وهم. التوميه في البيت من اسهل الحاجات اللي ممكن تعمليها، من اسهل الصوصات، وبتطلع بجد طعمها رهيب جميل جدا، وبتعملي كميه ما شاء الله كبيره جدا. وبتحطي بقى هنا حطيت رشه جبنه موتزاريلا وبتحطي طرف لغاية النهاية والطرف التاني عليه زي ما انت شايفة كده، وطبعا بيكون طري، ولكن طبعا بتحمري معلقة زيت في الجريل، وبتحمري طبعا الكريب على الوشين، فبيقفل معاكي زيادة وبيتحمر طبعا من على الوش، وبيطلع بقى ما اقولكيش سندوتش كريب ولا احلى ولا اجمل، بجد تحفة. شايفين يا جماعة التومية؟ شايفين لونها؟ ما تصدقوش ابدا ان هي معمولة في البيت. انا عايزة اقولك اللي كانت واقفة جنبي بالمعلقة دي بنوتي ما شاء الله، عايزة اقولك قامت بالواجب يعني. ألف هنا وألف شفا. هنا بقى اعمل لكم حشوات زي ما قلت لك اقتصاديه برضو. البطاطس يعني بعبيها بقى كده بطاطس، انتوا عارفين الولاد بيحبوا البطاطس، وبحط توميه من تحت وعليها كده كاتشب، ولو في بقى يا سيدي بقى لو مخلل خيار يا عيني بيبقى حاجه تانية خالص. وبجيب كده اول مثلث اول طرف بعمله كده مثلث لفوق، طبعا شايفين انا حشيتها يعني افتريت مليتها، وبتطلع بجد تحفة. والجنب التاني اهو بتحاولي ان انت توصليهم ببعض، وممكن كمان تقفليه بصوص التومية، بيتقفل معاكي مؤقتا، لكن انت اول ما ترفعيه على الجريل عشان يتحمر على الجنبين بينشف وبيقفل معاكي بمنتهى السهولة على فكرة. يا سيدي يا عيني شوية كريب يا جماعة، بجد وهم حلو قوي. جربي طريقتي وامشي على كل التركات اللي قلتلك عليها، هتاخدي شوية كريب مفيش احلى من كده، وبجد حلو قوي. ممكن تستخدمي يعني حشوات كتير قوي. اهو بصوا بعمل معاكم الكمية اهي، بس طبعا سرعت شوية علشان الفيديو ما يطولش. واهو بعدله تاني وبعمله على شكل مثلثات وبشيله، بخلص الكمية كلها وبعدين ببدأ ان انا احمره. يعني ما تحاوليش ان انت تعملي واحدة وتحمري وترجعي تاني، لا وفري على نفسك المجهود والتعب. خلصي بقى الكمية كلها اللي عندك زي ما قلت لك، وبعدين ابدأي ان انتي شوحيه على النار بمعلقة زيت صغيرة اهو. ادي كل الكريبات اللي انا عملتها ما شاء الله، حشوات بقى الجبنة مع الصدق مع البطاطس، وبألف هنا وشفا واشوفكم على خير.